الفضول ممكن يقتلك. المكان الوحيد على الأرض اللي فيه هدوء وسكون رغم وجود البشر هو المقابر. البشر أهدى كتير وهم تحت التراب. الناس بتوصل الأمانة وتخلص الزيارة وبيمشوا بعد الصراخ والعويل اللي ملهوش معنى. ليه تزعل على إنسان ساب الدنيا؟ اترحم من الدنيا، متفاتة باللي عليها. تغيب الشمس ويغيب معاها الناس اللي لسه باقيلهم شوية وقت على الأرض. أما اللي تحتها ده مكانهم، والمكان ليه حرمة. ما يدخلهوش في الليل غير مجنون أو إنسان ساق فضوله وقرر يعدي حدوده ويخترق عالم هو مش قده. ما هي قالت لك بلاش يا حسن. وبعدين معاك يا حسن، ما لقيتش غير التراب اللي تقعد فيها بالليل انت وصاحبك؟ انا مش فاهمه. والله انا اللي مش فاهمك، انت ايه اللي مضايقك؟ وبعدين هو انت بتراقبيني؟ لا يا سيدي، ولا براقبك ولا حاجه. ده انا شفتك وانت بتعدي الكوبري ورايحه لهناك وانا في طريقي للبيت. كده غلط يا حسن، قلنا لك كتير قعدتك في التراب بالليل غلط. انا ما بعملش حاجه غلط، انت بتشتغلي وبتخرجي وبتشوفي الدنيا، وانا مرمي هنا في الكفر ده ما بشوفش غيره هو والمدرسه والكتب اللي بذاكر فيها طول النهار. وفي الليل هي دي قعدتنا وسهرتنا اللي اتعودنا عليها، واتعودت كمان ابقى جنبها كل يوم وما سيبهاش. امي اللي انت بتحاولي تعيشي دورها دلوقتي. ربنا يرحمها، ما كانتش هتبقى مبسوطه باللي بتعمله ده يا حسن. وبعدين يا عبيط انت، هي لما اختك الكبيره تبقى خايفه عليك وبتكلمك دي حاجه تضايقك؟ مش احسن ما جدتك هي اللي تعرف، وانت عارف كويس قوي موضوع التراب ده عامل عندها ازاي. عامل ازاي وخايفه عليا من ايه؟ من سعديه الدايه ام عيون فاضيه لا تظهر لي بالليل وتخطفني؟ هو انت لسه مصدقه الحواديت اللي حكيتها لنا ستي واحنا عيال؟ دي مش حواديت يا حسن، سعدية الداية ام عيون فاضية موجودة يا ابني. سعدية الداية أسطورة في الكفر هنا من سنين، من عمر جدة حسن. بيقولوا إنها كانت واحدة من سكان الكفر عايشة وسطيهم في سلام. اتولد على ايديها عيال كتير الكل يعرفها، واللي ما عاشرهاش أيامها سمع عنها وعن حكاياتها اللي ما بتنيمش الليل. شغلتها داية ولكنها في الأصل شيطانة في جسم إنسية دخلت بيوتنا واديناها الأمان وخانت الأمانة. كانت العيال ينزلوا على ايديها تقرا لهم في ودانهم، والناس الجهلة فاكرينها بترقيهم وتريها بتسحرهم الملعونة. رجليها ما تخطيش عتبة بيت إلا ويدب فيه الخراب والدمار. مشاكل وخناقة ما بتخلصش، والناس وقتها تجري على سعدية الداية المبروكة، تقرا عليهم وتحصنهم من سحرها اللي عملته بإيديها. دي كانت شغلتها على الناس، خداعهم وسحرهم. بس اللي هنعرفه عن سعدية بعد كده ما يتصورهوش عقل يا ولاد. في ليلة من الليالي وصل مرسال لبيت سعدية ينقل لها خبر من بيت العمدة تحضر في التو واللحظة. بنت العمدة بتولد. كان صبي وكان أول حفيد للعمدة اللي خلفته كلها بنات، وفرحته بيه ما تتوصفش. مسكته سعدية وكالعادة قرت عليه السحر، وفي الليلة دي
ربنا أراد أخيرا يكشف سترها للناس. خرجت سعدية من بيت العمدة، وبعد ساعة زمن بيت العمدة اتقلب. الواد قطع النفس. حفيد العمدة مات. كل اللي جه في دماغ العمدة وقتها إن سعدية الداية هي السبب. اتحرك على بيتها ومعاه جيش من الغفر. كسروا عليها الباب، واللي شافوه كان صعب يا ولاد. سعدية قاعدة على الأرض، قدامها دايرة مرسومة نجمة وقرون، وفي نصها جتة واد صغير متقطع. الشيطانة ما كانتش بتقرا عليهم السحر وبس. الواد اللي كان ينزل من بطن أمه ميت كانت تاخده وتستخدمه في سحرها الأسود، ولما ما يكونش متوفر منه كانت تخطفهم عايشين وتقتلهم هي. اتربطت سعدية في حصان العمدة، وقبل ما يسحلها في الكفر ويخلص عليها خرجوا أهل الكفر كلهم من بيوتهم، وكأن لسانهم اللي كان مربوط بسحرها اتفك أول ما الشيطانة اتربطت. نطقوا وفاقوا للي كانت خربة بيوتهم وقتل عيالهم. قرر العمدة ساعتها ينتقم من سعدية بإنه يسيبها لأهل الكفر ياخدوا حق عيالهم بإيديهم، ومن الغل اللي كان في قلوبهم ليها خرجوا عينيها من مكانها قبل ما تخرج روحها. أهل الكفر كلهم قتلوها. وهي بتموت ما كانش على لسانها غير كلمتين: ولادكم هيدفعوا الثمن. واتدفنت جتتها الملعونة في التراب اللي بتحب تقعد فيها يا حسن كل ليلة. من وقتها كل اللي يعدي من التراب بالليل بيسمع صوت صراخ وعياط أطفال، ويشوف ست بالأسود شكلها وحش ووشها من غير عيون. الناس ما كانتش مصدقة لحد ما بدأت العيال الصغيرة تختفي من الكفر بجد. سعدية الداية أم عيون فاضية موجودة يا ولاد، موجودة وبتنفذ وعدها. ما تروحش هناك يا ابني، بلاش يا حسن. يا حسن انت فين يا حسن؟ مرجعتش ليل دلوقتي يا ابني؟ 3 سنين يا حسن. يا ما قلتله بلاش يا حسن، اخوكي ما سمعش كلامي وراح مرجعش. اخدته سعدية الداية، اخدته سعدية، اخدته سعدية. قالت لك بلاش يا حسن.